السلام عليكم ورحمة الله. في موسم 2025-2026 شهدنا وداع عدد كبير من الأساطير الذين أمتعوا عشاق كرة القدم لأكثر من 15 عام. لاعبون حملوا ألوان أكبر الأندية في العالم، رفعوا الكؤوس وكتبوا تاريخا لا ينسى. اليوم راح نستعرض معكم أفضل 10 لاعبين اعتزلوا هذا الموسم مع تفاصيل مسيرتهم وأبرز ما قالته عنهم الصحف العالمية. خليكم معنا للآخر. القائمة نار. تبدأ القائمة بالحارس الأرجنتيني سيرجيو روميرو. فابريزو رومانو كان الحارس الاحتياطي الموثوق في مانشستر يونايتد لسنوات طويلة، رغم أنه لم يكن الحارس الأساسي دائما، إلا أنه قدم أداء مميزا في الكؤوس. خبر الصحف جريدة آس الإسبانية. فابريزو روميرو كان بديلا موثوقا لدخيا وأندريه هيريرا، وساهم في فوز مانشستر يونايتد بكأس الاتحاد الإنجليزي 2016. اعتزل روميرو في أبريل 2026 بعد مسيرة حافلة مع الأرجنتين وصل فيها نهائي كأس العالم 2014. شكرا على الإخلاص يا روميرو. في المركز التاسع الفرنسي الساحر ديمتري بايت، اللاعب الذي ألهم مارسيليا وويست هام بتسديداته الحرة الخارقة والكرات العرضية الدقيقة. خبر الصحف جريدة ليكيب الفرنسية. بايت قرر الاعتزال بعد موسم صعب مع مارسيليا، حيث كان لا يزال يملك لمسات صحية رغم الإصابات المتكررة. يعتبر بايت من أفضل صانعي الألعاب في جيله، وساهم في وصول مارسيليا لنهائي دوري الأوروبي، وداعا لأحد أجمل اللاعبين فنيا. المركز الثامن البرازيل أوسكار دوس سانتوس، تألق بشكل كبير مع تشيلسي قبل أن ينتقل للصين بحثا عن تحدي جديد. خبر الصحف. موقع ذا أتلتيك، رغم ابتعاده عن أوروبا منذ سنوات، إلا أن مشجعي تشيلسي ما زالوا يتذكرون أوسكار وهدفه الشهير ضد مارسيليا. 172 مباراة مع تشيلسي بطل الدوري الإنجليزي 2015. لاعب يمتلك رؤية استثنائية ومهارة فائقة. المركز السابع الويلزي آرون رامسي، أسطورة أرسنال. خبر الصحف. BBC سبورت. رامسي أعلن اعتزاله بعد فترة قصيرة مع كارديف سيتي. كان قلب فريق أرسنال في عصر فينجر. 262 مباراة مع الجانرز، 61 هدفا، وكان معروفا بقدرته على التسجيل في المباريات الكبرى. لاعب متعدد المهام، يشيد الدفاع والهجوم. شكرا يا رامسي على الذكريات. المركز السادس الوحش دياغو كوستا. خبر الصحف جريدة ماركا الإسبانية. كوستا عاد إلى أتلتيكو مدريد ثم اعتزل بهدوء. أحد أكثر المهاجمين شراسة وذكاء في العقد الماضي. بطل الدوري الإسباني مرتين مع أتلتيكو مدريد، وبطل الدوري الإنجليزي مع تشيلسي. كوستا كان يلعب المدافعين بقوته وذكائه التكتيكي. المركز الخامس المدافع الفرنسي صامويل أومتيتي، بطل كأس العالم 2018. خبر الصحف جريدة لو بارسيان. الإصابات المتكررة أنهت مسيرة أومتيتي مبكرة. كان في قمة مستواه مع برشلونة بين 2016 و 2018. شكل ثنائية هدرية مع جيرارد بيكيه، وساهم في فوز برشلونة بثلاثية تاريخية. المركز الرابع البوسني ميرلم بيانيتش، أحد أفضل صانعي الألعاب. خبر الصحف جريدة غازيتا ديلو سبورت الإيطالية. بيانيتش غادر يوفنتوس وبرشلونة وانتهى به المطاف في تركيا قبل الاعتزال. 5 ألقاب دوري إيطالي، وكان معروفا بدقة تمريراته وتسديداته البعيدة الفتاكة. المركز الثالث الألماني جيروم بوتينج، عميد دفاع بايرن ميونخ. خبر الصحف جريدة بليد الألمانية. بوتينج اعتزل بعد موسمين مع سالرينيتا. كان جزءا أساسيا من بايرن الذي سيطر على أوروبا. 8 ألقاب دوري ألماني ودوري أبطال أوروبا 2020. مدافع قوي وسريع وذكي. المركز الثاني الإسباني جوردي ألبا، أفضل ظهير أيسر في العقد الماضي. خبر الصحف جريدة ماندو ديبورتيفو الكتالونية. ألبا اعتزل بعد عودته إلى برشلونة، شريك ميسي التاريخي في الجهة اليسرى. 459 مباراة مع برشلونة، 7 ألقاب دوري ودوري أبطال أوروبا. وفي المركز الأول الأسطورة الكبيرة سيرجيو بوسكيتس. خبر الصحف جريدة سبورت الكتالونية. موقع ESPN. بوسكيتس أعلن اعتزاله بعد موسم رائع مع إنتر ميامي
إلى جانب ميسي يعتبر من أذكى لاعبي خط الوسط في تاريخ كرة القدم. 722 مباراة مع برشلونة، 8 ألقاب دوري، ثلاث بطولات دوري أبطال أوروبا، بطل كأس العالم 2010 مع إسبانيا. لاعب يقرأ اللعبة قبل الجميع، ودعني أسطورة، أنت جزء من التاريخ. برشلونة وكرة القدم. هؤلاء العشرة لم يكونوا مجرد لاعبين، كانوا أساطير. شكرا لكم على هذه اللحظات الجميلة. من سيخلفهم في السنوات القادمة؟ اكتبوا لنا في التعليقات مين أكثر لاعب راح تفتقدونه. لا تنسوا اللايك والاشتراك وتفعيل الجرس. نشوفكم في فيديو جديد. سلام.